تحية الشعب المغربي الحر التواق إلى مجتمع ديمقراطي حداثي قوي. تحية لكل شهدائنا الأبرار، على رأسهم شهداء الحسيمة، الشهيد العماري، الشهيد القنوني، وإلى غير ذلك من الأسماء. تحية إلى معتقلينا اللي مازال في السجون ديال النظام الهمجي. أنا اللي بغيت نتكلم عليه أنا في المشروع اللي منزلين الناس الآن، مشروع ديال الملكية البرلمانية. معناها خصنا إلى جانب نحتفظوا بالملك كرمز، الملكية المؤسسة كرمز، يعني تبقى الملك من بعد الانتخابات يجي ويسلم لنا الناس المناصب ديالهم الى غير ذلك. انت وزير الطاقه نجي نسلم لك، صوت عليك الشعب، هاك دابا الملكيه حنا نصرفوها كرمز. الشرع عار، عار اننا نخليو داك الملكيه، عار ان الا رجعنا للتاريخ الان باش تنطالبوا حنا بنظام ديمقراطي حداثي قوي. هاد الشيء راه كانوا كيطالبوا به جدودنا قبل 1912. هاد المطالب اللي حنا حاملين لحد الان كنقولوا جدودنا راهم كانوا مثبتين وما كيديروا والو، وكانوا كيركعوا للديكتاتوريه والى غير ذلك. جدودنا راه ما عمرهم ما ركعوا للديكتاتوريه. هاد المطالب اللي كنطالبوا بها لحد الان راه طالبوا بها قبل 1912. قبل 1912 الشعب المغربي كان كيدافع عن الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه والكرامه، كان كيدافع عليها، كان يجابه ويواجه النظام المغربي اللي كانت السونتر ديالو هي الملكيه في هذاك عبد الحفيظ لا سميتو. هاد المطالب اللي حازين حنا خصنا نستوعبوا ونعرفوا مزيان بلا جدودنا قبل 1912 كان عندهم هذا المشروع، كانوا كيدافعوا عليه وكيتقاتلوا عليه وجابوه بكل ما عندهم من قوه الملكيه الرجعيه في ذاك الوقت. وشنو غيدير داك عبد الحفيظ؟ النظام ديال عبد الحفيظ شنو غادي يدير؟ الخيانه العظمى. يعني الشعب المغربي جدودنا في ذاك الوقت كانوا كيطالبوا بالديمقراطيه. اش كيجي هذا عبد الحفيظ؟ غيقول لك المغرب فيه السيبه، يعني الناس كطالب بالديمقراطيه وباغيه تزيد للقدام، وقال لك المغرب فيه السيبه، يعني اللي كيشوف الملكيه اللي كاع اللي كيدافع على الديمقراطيه كتسميه السيبه. وشنو غادي يمشي؟ يتصل بالمستعمر الفرنسي ويقول له دخل خذ البلاد وحافظ لي على المصالح ديالي. يعني شو الملكيه؟ باعت البلاد في 1912 باش تحافظ على المصالح ديالها. شوف لو كنا داك الساعه نجحنا التاسيس ديال النظام الديمقراطي، لو كان حنا دابا دوله صناعيه قويه بحال الامم في اوروبا المتقدمه. يعني شوف الخيانه العظمى ديال الملكيه. يعني الشعب كان كيدافع على الديمقراطيه باغي يزيد للقدام، والملكيه دخلت علينا الاستعمار كترجعنا للور. شوف الملكيه الرجعيه الهمجيه، الخيانه العظمى. يعني شوف العار، هاد الملكيه هذيك يقول لك نخليوها، والعار العار 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 هذا صاحبي، العار هذه نخليوها صاحبي. نكذبوا على راسنا صاحبي، او نكذبوا على راسنا دائما. شحال حنا كنكذبوا على راسنا، شحال حنا كنكذبوا على راسنا. كاع الشعوب اصاحبي واجهت الواقع بقوه وشافتو ناضلت ودافعت، حنا نبقاو كنتفرجوا كنخافوا من الواقع. لا هذه لا لا هذه لا، وهذيك راه عار صافي، واجب ناخذوا موقف. هذيك راه خصها تمشي نهائيا. يعني شو الملكيه بعد عبد الحفيظ؟ غنجيو للملكيه بعد محمد الخامس. شنو دار داك محمد الخامس؟ محمد الخامس وحزب الاستقلال باعوا المغرب للمستعمر. يعني قبل في الخمسينات فرنسا بطبيعه الحال تدعدعات في الحرب العالميه الثانيه، ما بقاتش قادره تحافظ على المستعمرات ديالها كاملين، ماشي الا المغرب. وجيش التحرير تقوى، يعني في الخمسينات جيش التحرير قوي وفرنسا ضعيفه. الور فرنسا شنو بدات كتلاحظ في راسها؟ انها غادي تسترد، يعني جيش التحرير غادي يطرد المستعمر الفرنسي طرد نهائي، يعني النهايه ديال الاستعمار وبناء الديمقراطيه. وكان حنا دابا الان دوله صناعيه كبنينا الديمقراطيه في ذاك الوقت. حنا كنلاحظوا دول عدة شويه كنوصلت. يعني جيش التحرير كان غادي يطرد فرنسا
بلا رجعه، المصالح ديالها وكل شيء غادي تسترد بجيوشها ومصالحها الاقتصاديه غادي تسترد. الور شنو غادي يجي نعم سيدي المستعمر؟ غادي يجيب محمد الخامس داك الكلب وحزب الاستقلال، حزب الحبس. هنا تجي الخيانه العظمى د اكس ليبر. شنو غادي يقولوا لهم؟ فرنسا اش غتقول لهم؟ انا غادي نخرج وغادي نخليكم نتوما اللي غتحكموا البلاد وتحافظوا لي على المصالح ديالي. الور محمد الخامس بطبيعه الحال الملكيه كنعرفوها وحزب الاستقلال شنو خصهم يحكموا؟ خصهم يسيطروا على البلاد. بوان شنو قالوا؟ فرنسا باغيه المصالح ديالك، الور المصالح ديالك غادي نحافظوا لك عليها وحنا غادي نحكموا البلاد. هي فين غتجي فرنسا وغتنوض تروج لنا محمد الخامس؟ فرنسا هنا المستعمر ولا محمد الخامس ولا حزب الاستقلال عرفوا بان الشعب المغربي ما غيقبلش هذه المساله، لن يقبلها، وبالتالي غادي يثور على محمد الخامس وغيثور على حزب الاستقلال. لان الشعب المغربي كله كان كيشوف ان جيش التحرير غيطرد فرنسا بدون مصالح، غادي تفقد المصالح ديالها. شنو غادي ينوضوا الفرنسيين؟ هي فين غادي يجي المستعمر الفرنسي وغادي يروج لمحمد الخامس بان في القمره كانه اله وكانه باش ان الشعب المغربي تصنعت له ذاك الالوهيه انه تصيد في ذاك الفخ. وقبل هاد ان الاستعمار يبقى، قبل بالمعاداه اكس ليبر وحزب الاستقلال ومحمد الخامس والمستعمر نجحوا فعلا. المصالح ديال المستعمر تم الحفاظ عليها ومحمد الخامس وحزب الاستقلال حافظوا على المركز تاعهم. دونك هذه الخيانه العظمى الثانيه. يعني شو التاريخ، شو دابا هذه النقطه، هذه حزب الاستقلال والملكيه، هذا ماشي العار، هذه ماشي الازمه، هذه هي ماشي المشكل الاعظم. يعني لو اننا داك الساعه طردنا الاستعمار، شنو هي طرد الاستعمار؟ طرد مصالح الاستعمار صاحبي. كون حنا بنينا داك الساعه النظام الديمقراطي ديالنا، كون حنا بلد صناعي قوي. ها الخيانه العظمى الثانيه. الور هنا محمد الخامس حزب الاستقلال ملي غياخذوا لنا الحكم شنو غادي يبقى؟ جيش التحرير شنو الموقف اللي غادي ياخذ؟ جيش التحرير قال بان حزب الاستقلال ومحمد الخامس هادو ولاو مع الاستعمار، باعوا المصالح الشعب المغربي للمستعمر، غيحافظوا على الاستعمار. اذا جيش التحرير شنو قرر؟ انه غيواجه الاستعمار الفرنسي، ومحمد الخامس حزب الاستقلال قرر ان يواجههم لانهم ولاو استعمار. يعني قرر الطرد، يعني المواجهه للاستعمار الى جانب محمد الخامس وحزب الاستقلال. هنا الور غيبقى المستعمر الفرنسي محمد الخامس وحزب الاستقلال غيبقاو كيفكروا كيفاش حتى هما غادي يهلكوا جيش التحرير. هنا في المستعمر الفرنسي غادي يقرر، وغادي بطبيعه الحال بعلاقه مع محمد السادس وحزب الاستقلال، فين غادي يجيشوا الحسن الثاني كان ولي العهد انذاك، داك المجرم وعدو الانسانيه السلقوط، غادي يجيشوا هو الدليمي ولا داك الجنرال المجرم بطبيعه الحال باسلحه فرنسيه للهجوم على جيش التحرير في الريف، للهجوم على جيش التحرير وتصفيه ما تبقى من رجال المقاومه المسلحه المغربيه. الور انا شنو غيدير لك الحسن الثاني والجنرال الدليمي ولا سميت باباه بطبيعه الحال بالاسلحه الفرنسيه؟ غادي يدخلوا، غادي يرتكبوا مجازر التقتيل في منطقه الريف. المجازر في منطقه الريف، هذه الملكيه هذه يتم الحفاظ عليها، هذه نخليوها رمز، يعني نخليو رمز ديال تقتيل الشعب ديالنا، رمز ديال التقتيل. وعاد الحسن الثاني شنو قتل الناس في السبعينات؟ الانتفاضات كلهم قمعهم بالجيش بالسلاح، هذه هي الرمز. كنكذبوا على راسنا. الهمجيه غنخليوها رمز لحد الان، يعني الهمجيه ولات عندنا رمز. الا ولينا نفكروا نخليو الهمجيه رمز، راه ما عمرنا تكون منا شي حاجه، راه نكونوا حنا اول اعداء الوطن اللي غيخلي الهمجيه اللي قتلت له ابناء الشعب ديالو رمز. هذا عدو الوطن هذا صاحبي. هذا حنا كنكنوا العداء للوطن ديالنا ملي كنقول له الملكيه اللي قتلت الشعب ديالنا نخليوها رمز. يعني ومن بعد ما مات الحسن الثاني بطبيعه الحال، الحسن الثاني بطبيعه الحال كان كما كنعرفوه
اكبر واشد العملاء الامبرياليه الفرنسيه ولا الامبرياليه العالميه. ما كاينش هذا اللي ما كيختلف فيها. الحسن الثاني معروف اكبر برقاك كان في العالم، هو البوابه باش مسيطرين على افريقيا. حتى بحال محمد الخامس قالوا عليه بان في القمره، والحسن الثاني روجت عليه الصحافه الفرنسيه قال لك مفكر وعالم وكذا. وبزاف دابا الناس كيقولوا بلي الحسن الثاني كان مفكر. راكم اصاحبي بحال محمد الخامس بان في القمره، ما تضحكوش على جدودكم. بحال الحسن الثاني كان وكان باش بيه بطبيعه الحال كيخدموا شغالهم في افريقيا. مني مات هاد السلقوط ديال الحسن الثاني المجرم الذي ارتكب جرائم اللي هي ما تغفرلوش ليه البشريه، هاد المجرم منين مات جميع الدول، جميع قادة الدول والاستخبارات العالمية جات للمغرب، كلشي جا للمغرب. لماذا؟ لتسليم الحكم لمحمد السادس. أن السلطة كان كيخصها تنتقل لمحمد السادس. لماذا؟ أن الملكية هي اللي كتحافظ على المصالح ديال الاستعمار. الملكية هي التي تحافظ على مصالح الاستعمار، وبالتالي كلشي كان متخوف أنه من يموت الحسن الثاني تمشي السلطة ما تنقلش لمحمد السادس، وبالتالي المصالح الاستعمار مشات. كلشي خايف أن المغرب يولي ديمقراطي. اوروبا كامله كانت خايفه. خصهم المغرب تبقى الملكيه باش تحافظ لهم على المصالح ديالهم. يعني حنا ما عندناش الحق في تاسيس الدوله الديمقراطيه. كل شيء فعلا سلم الحكم محمد السادس. طبعا بحال الاستكمال ما تبقى من صيف الثروه الخارج. يعني هذه الملكيه، هذه المؤامرات اللي دارت على الشعب المغربي وغادي نسمحوا لها تبقى. هاد الملكيه هذه غادي نسمحوا لها تبقى. قلنا قبل 1912 لو اننا اسسنا نظام ديمقراطي وكان حنا دوله صناعيه قويه، كان حنا اقوى. في الخمسينات لو اننا طردنا فرنسا وطردنا الاستعمار واسسنا نظام ديمقراطي وكان حنا دوله صناعيه قويه. يعني شوف الخيانات العظمى ديال الملكيه هذه غنخليوها. وهذه راه عار، هذه راه عار هذه راه عار تبقى. هذه الملكيه خصها تمحى كاع، تمحى التاريخ ديالها، خص يتم التصفيه ديالها. انا كندعو كل وطني حر خص تكون عنده هذه الفكره في دماغه. واخا هي ما عمرها غتكون الديمقراطيه بهذه الملكيه، واخا تبقى ما عمرها تكون هذه المساله. شوف ولو كانت امكانيه واخا هي ما عمرها ما تكون اننا نحققوا نظام ديمقراطي وتبقى الملكيه، واخا هي ما عمرها تكون ما نخليوش ديك الملكيه، لانها رمز ديال المؤامرات، رمز ديال الاستعمار، رمز ديال الجبروت. لذا وجب مواجهه هذه الملكيه. هذه المؤسسه خصها تسترد طرد نهائي، وراها هي السونتر ديال النظام، هي القويه اقتصاديا وهي القويه في السلطه، هي الاقوى. خصها تسترد. داك السادس نساليو معاه صافي، داك السادس ما يبقالوش وجود. الملكيه تمحى مع السادس، مع هاد الكماله ديال هاد السادس غنمحيو يماه بالمؤسسه ديالو. هنا غتنهى التاريخ ديال هاد العصابات الاجراميه اللي ارتكبت جرائم في حق الشعب المغربي. هذه الدعوه لكل وطنيين اننا نفكروا بهذه المساله مزيان. وتحيه نضاليه.